هذا النقاب مخالف للسنة. نساء متنقبات مسلمات عاقبات يريدون طلب العلم يمنعون في بلوغ من أن يؤدوا امتحانات أو يقرأوا. هل حرية المرأة وحقوق المرأة التي يزعمونها ويدعونها تبيح لهم أن يحرموا المسلمات المرأة العفيفة من طلب العلم مثل الحرية؟ هذا اللباس كله اللي هابط بالأكحل، أنا أقول حتى لمن ينتسب لي كتلميذة وتلبس نقاب، راك في الدعوة ونشر العلم فاشلة، وفي التنمية البشرية المحمدية فاشلة. اعلموا عندنا المالكين أن تغطية الوجه للمرأة الجميلة الفاذلة والطهر حتى لا تفتن الرجال، هذا هو الحكم الذي بينه الإمام مالك. ومن كانت غير جميل فهو مستحب في حقها، مستحب في حقها، ويحرم على المرأة المسلمة جميلة كانت أو قبيحة أن تكشف وجهها لكافرين. هذا مثل المالكي. نجيبوا لباس شاذ خارجي أنا لا أوافق عليه. فهو مستحب في حقها، مستحب في حقها. هذا النقاب مخالف للسنة. وأجمع الأئمة الأربعة على وجوب تغطية وجه المرأة إذا كانت فاتنة جميلة. فهذا ديننا نعتز به. فهؤلاء إن شاء الله تعالى سيكونون كما في السعودية كما في اليمن أطباء مهندسات بالنقاب، ما المانع؟ هذا النقاب مخالف للسنة وهو أفغاني شرقي ولا يمثل العرف التونسي. كما في السعودية كما في اليمن أطباء مهندسات بالنقاب، ما المانع؟ أفغاني شرقي ولا يمثل العرف التونسي. رجل جماعات بالنقاب قال لك باش نمتحنوه بسيط، نعملوا غرفة خاصة عددهم قليل ونحترموهم أقلية نحترموهم، نعملوا غرفة خاصة وندخلوا لهم 4-6 نساء نفتشوهم ونعرفوهم قدام ما فما حتى مشكل ونسكروا قاعدة امتحانات. من أجل النقاب نمنعهم من العلم. لما البرلمان المنتخب يصدر قانون بمنع النقاب ينبغي أن يمتثل الجميع للقانون وإلا سيحاسب، وإذا خالف فهو عاص لله تعالى. واضح. الجهلة مرض لهم لغة مزدوجة لقلب الحقائق. انت اللي كل شو من كل طايحته تو